ياسمين عبد العزيز نسيت العوضي ورجعت لطليقها محمد حلاوة. كل الكلام ده اتقال الساعات اللي فاتت، والسبب صورة الحلاوة وتعليق غير متوقع خالص من ياسمين على الصورة دي. خلينا نقول لكم في البداية ان ياسمين كانت منزعجة جدا من الاخبار اللي انتشرت من كام اسبوع، وقالت انها رجعت للعوضي. ياسمين كمان بتفكر انها ترفع قضايا على اي موقع ينشر الاشاعة دي. نرجع بقى لحكايتها مع محمد حلاوة، خصوصا وان ناس كتير فاكرة انها متخانقة معاه بعد ما اتجوز من ريهام حجاج. ياسمين عملت جدل كبير ومفاجأة محدش كان متوقعها، وده لما عملت تعليق فيه قلوب كتير على صورته مع تامر مرسي. كل اللي شاف التعليق استغرب جدا وسأله هما رجعوا لبعض واتصالحوا امتى؟ خلينا نقول لكم ان ياسمين وابو ولادها ما كانوش متخانقين اصلا، والعلاقة بينهم قايمة على الاحترام، خصوصا عشان بينهم أولاد. طيب ايه حكاية رجوعهم؟ الكلام ده مش حقيقي خالص، وده مجرد تعليق.